السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في مطبخكم، مطبخ دودي وماسة. كام يوم ويهل علينا العيد، كل سنة وانتم طيبين. كل عيد أضحى وانتم دايما في أحسن حال. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة ضيافة بسيطة مش مكلفة، أولادنا هتحبها، والأحلى من ده إنها معمولة في البيت، حاجة ضامنينها وضامنين كل مكوناتها. عملنا جزء بحشوة سوداني وجزء بحشوة جوز الهند المحبب لكل أولادنا. شايفين شكلها جميل ازاي؟ طبعا أهم حاجة تحتفظي بيها في التلاجة علشان الشوكولاتة ما تسحش. كل اللي احتاجته النهاردة بار واحد بس، 200 جرام من الشوكولاتة الدارك، شوكولاتة الطبخ. بار واحد، وهتبتدي تقطعيه بنفس الطريقة دي بالسكينة، زي ما قلتلك بنفس الطريقة اللي انت شايفاها، قطع صغيرة بنفس الطريقة دي. وبعدين هتجيبي اي كيس عندك، كيس حلواني بقى، كيس تلاجة عادي، اي كيس عندك، علشان بس تقفلي كويس جدا جدا وتحطي فيه الشوكولاتة اللي احنا قطعناها. بس اهم حاجة زي ما قلتلك اتأكد ان الكيس ما يكونش فيه اي فتحات او اي قطع، واقفله كويس جدا جدا جدا. في خطوة انا نسيت اصورها معاكم، ان انا حطيت على الشوكولاتة بتاعتي معلقة زيت واحدة بس وقفلته. هتلاقي الزيت باين في الجزء اللي تحت من الشوكولاتة قدامكم. الخطوة التانية، بعد ما غلفته بالزيت كويس قوي، اجيب اي بولة واسعة او طبق واسع، انزل فيه بمية سخنة جدا جدا جدا، واحط فيه الشوكولاتة بتاعتي واسيبه شوية. مش هتعدي دقيقة الا ما الشوكولاتة بتاعتي تسيح تماما، ودي افضل طريقة تقدري تسيحي بيها الشوكولاتة الخام. اهم خطوة انك تطلعيه كل شوية من المية وتضغطي عليه بايديكي كده، علشان لو في اي تكتلات للشوكولاتة تسيح معاكي تماما. هترجعي تشيليه وتضغطي عليه لحد ما تتأكدي انه الخليط املس جدا معاكي، انه ما فيهوش اي تكتلات، سلس كده من بدايته لنهايته، ما فيهوش اي تكتلات. شايفين؟ ما فيهوش اي تكتلات معايا خالص. الخطوه اللي بعد كده هتبداي تجيبي القوالب بتاعتك اللي هتبتدي تشكلي فيها الشوكولاته، ودي موجوده عند كل محلات الادوات المنزليه وسعرها كويس جدا. وهتبتدي تنزلي بكميات بسيطه خالص من الشوكولاته بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، لحد ما تملي كل القوالب بتاعتك بنفس الطريقه دي. انتي مش بتمليها، انتي يا دوب بتحطي حاجات بسيطه وتبتدي توزعيها بنفس الطريقه علشان تغلفي الشوكولاته من كل جنب. حاول بس اقرب لكم قالب الشوكولاته شويه علشان تشوفوه. شايفين؟ بنفس الطريقه دي. وطبعا احنا في الصيف فهنحط القالب بعد ما نتاكد ان احنا وزعنا الشوكولاته في كل الجوانب ومفيش جزء ما طلعوش شوكولاته، هنحطه في الفريزر 3 4 دقايق بالكتير. الشوكولاته هتتمسك معانا بسرعه رهيبه. لو في الشتاء هتسيبيه، بمجرد ما تخلصي الاجزاء اللي هتحشي بيها هو هيمسك لوحده تماما. انما الصيف طبعا الجو حر، فالفريزر حل اسهل واسرع. هبتدي قبل بس ما ادخله الفريزر، عشان انا نسيت اقول لكم على الخطوه دي، ان انا انزل الشوكولاته الزياده في اي بوله كده. تنزلي الشوكولاته الزياده. احيانا في ناس بتحتاج تحط طبقه تانية علشان تتاكدي ان الحشوه مش هتطلع من الشوكولاته، ولو انت حاسه انها مش محتاجه خلاص ما بتزوديش. الخطوه بعد كده الحشوه، اول حشوه ودي الحشوه المفضله لاولادي، جوز هند ناعم. طبعا عندنا كلنا جوز هند، موجود عندنا في البيت جوز هند ناعم 3 4 معالق كده، كميه محترمه. وهتنزلي عليهم بحبة من عسل الجلوكوز. شايفين؟ عسل جلوكوز قيمة معلقتين 2 تقريبا، مش اكتر من كده. هتحطيهم على جوز الهند بدون اضافة سكر، بدون اضافة زبدة، بدون اي اضافات، هو مجرد حبة عسل جلوكوز. وتعجيني الخليط ده كويس جدا جدا في بعضه. في البدايه هتحسي ان عسل الجلوكوز ملزق جدا في ايديكي، انما كل ما تعجني وكل ما تلفيه وكل ما يمسك في جوز الهند اكتر، هتبقى الدنيا سلسه شويه معاكي. وهتبداي توزعي جوز الهند في قوالب الشوكولاته بعد ما طلعتيها من الفريزر بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واضغطها كويس جدا 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 في قلب القالب علشان ياخد الشكل بتاعي. هبتدي الخطوه اللي بعد كده ان انا اوزع باقي الشوكولاته بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها. وطبعا الشوكولاته لو مسكت معايا في اي برضو كيس اقفله كويس، حمام ميه سخنه، هترجع زي
زي الفل، سايله جدا، تقدري تغطي بيها القوالب بتاعتك بمنتهى السهوله ومن غير اي تكتلات ومن غير اي صعوبه. وهتستمري في نفس الخطوه وتراعي انك تملي الفراغات علشان شكل الشوكولاته بتاعتك يطلع حلو، لان القالب اللي فيه اشكال مدببه زي ده بيبقى رخم شويه في تشكيله عن القالب اللي فيه شكل مدور مثلا او شكل الورده، بيبقى اسهل بكتير. كده غطيتها كلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا في اجزاء زايده علشان الحواف بتاعه الورده. الخطوه التانية قالب تاني عندي برضو باي شكل محبب ليكي، وهتبتدي تنزلي بالشوكولاته السايله. هنا بتزودي الكميه، بتحطي حوالي تلتين القالب بتاعك شوكولاته، وتكملي بنفس الطريقه لحد ما كميه الشوكولاته اللي عندك تقرب تخلص، لان احنا برضو هنحتاج شويه علشان نغطي بيها. قبل ما نستعجل نحط الحشوه بتاعتنا الاول، ولو بقت معانا شوكولاته نبدا نحط في القوالب الفاضيه شويه سوداني، شويه مكسرات لو عندك. انا النهارده قررت ان الوصفه بتاعتي تبقى اقتصاديه، فحطيت معاكم سوداني. ده موجود عندنا في بيوتنا كلنا، ولو مش موجود سهل انك تجيبي كميه بسيطه من عند اي حد وتستخدميه، وترجعي تغطي الوش بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تتاكدي ان الشوكولاته غطت السوداني تماما. وبرضه هتسيبيها في التلاجة في الفريزر، يعني نقول دي مثلا ربع ساعة، مش 5 دقايق أو 10 دقايق، دي ربع ساعة لأن كمية الشوكولاتة فيها كتير شوية. هتطلع معاكي حاجة في منتهى الروعة. سواء الوصفة دي أو الوصفة التانية من الشوكولاتات المحببة جدا جدا للأطفال، وكل اللي استخدمناه بار واحد بس من الشوكولاتة الخام عمل معانا كل الكم اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نبدأ كده بعد ما طلعناها من الفريزر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شوفي ايه الجمال. ولو طبعا عايزه تفتحيها شويه تقدري تسيحي معاها بار، على البار الشوكولاته الغامق ممكن تحطي معاه مثلا ربع بار شوكولاته ابيض، هيفتح اللون معاكي شويه. بس بلاش تحطي لبن لان اللبن مش هيخلي الشوكولاته تمسك معاكي. وبنفس الطريقه تبتدي تفصلي الشوكولاته من قالب السيليكون. سهله جدا جدا، وما خدتش وقت معانا في عمايلها، وهيبقى شكلها مميز جدا جدا قدام ضيوفك، بدل ما انت شاريه شوكولاته من بره. لا، انت عاملاها في البيت وحاطه لهم الحشوه اللي هم عايزينها كمان. ده الشكل التاني معانا. احنا طبعا بنطلعه بالراحه علشان الحواف ما تتكسرش. سواء الشكل الاول او الشكل التاني، الاتنين احلى من بعض، والاشكال موجوده ومتنوعه في قوالب السيليكون في كل المحلات. تقدري تشتري الشكل اللي انت عايزاه. هنا برضو كان في حبه كده باقيين، عملتهم في قالب الايس كريم الصغير علشان بناتي حبوا الشكل ده قوي، فعملت لهم شكلين اتنين. الشكل ده محشي جوز هند مش محشي سوداني، الشكلين الاتنين، لان انا الاولاد عندي بيفضلوا جوز الهند عن السوداني. وبطلعه برضو بالراحه، بكون حريصه ان القالب ما يتكسرش مني. بنفس الطريقه دي شايفين الشكل؟ حاجه طبعا ولا اروع. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو لازم تحفظيها في التلاجة علشان الجو حر، علشان ما تسحش معاكي. ده شكلها. عينيها بقى في علبه صغيره في الفريزر، قدميها لاولادك، قدميها للناس اللي جايالك في العيد. الكميه متاحه، تقدري تعملي زي ما انت عايزه. حاجه مفيش اسهل ولا احلى ولا اطعم منها. كده وصفتي خلصت، ويا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا منها. والسلام عليكم ورحمه الله.